السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم إلاف من قناة كويزين أب. وين تحت طلب بعض المشتركات بعثوا لي صور صابلي الزليج والكوارث اللي صارت معاهم، راح نشوفوه اليوم بأبسط طريقة. نحطوا كاع المكونات مع بعض مع هاد المايزينا، نخلطوا مليح. أول حاجة هنا كي نشوفوا الصابلي فيه رشمة، أول حاجة تجي في بالك الخميرة، يعني ما تكثرولوش خميرة كيميائية باش تخرج لكم هذيك الرشمة واضحة. نخلوا العجينة ترتاح، والعجينة هنا الفرينة ما نقدرش نعطيكم كل وحده والفرينه اللي تخدم بها، كاينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. انتي خلي العجينه تاعك طريه بزياده وخليها ترتاح، من بعد شوفي. نخلوها ترتاح مده 15 دقيقه، بعد نفتحوا العجينه تاعنا خلوها طريه. يعني ماذا بكم تكون عندكم سيليكونه كيما هذو باش ما تحتاجوش الفرينه بزاف. اذا خليتوها طريه بزاف ديروا لها الفرينه كيما راكم تشوفوا. وإلا لقيتوها ماهيش طريه ما تزيدوش فرينه، وما تعجنوش العجينه تاع الصابلين تاعكم. هكذا ليمون لازم تغطسوهم في الفرينه، الا ما غطستوهمش في الفرينه راح يلصق معكم. انا شحال من حبه لصقت معايا، الاولى الزوجه الثالثه راح تلصق معكم، يعني صبرولو. ماشي كاينه اللي ما عندهاش صبر صاي تلقاها ما خرجت لهاش صاي تحبس، الا اصبروا له فقط. هكذا شوفوا شكله الرائع. هذو الليمون راهم انواع واشكال في السوق، يعني كل وحده وتجيب اللي يعجبها. هكذا نحطوه يطيب مده 10 دقائق، يعني الصابلي ينشف معاكم فقط، ما تخلوهش يطول في الكويزينير. الطريقه تاع الطياب تلعب دور. في الاخير فقط لصقته عادي كيما اي صابلي بالمعجون، ودرتو نواه كوكو في الطرف. هذه هي. كم تشوفوا ساهل ماهوش صعيب، بطريقه بسيطه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.